اللقاء، ويساعد الكابتن كنال عبد الكريم المساعد الاول الدولي امير عباس، حكم مساعد ثاني حامد طالب، حكم رابع محمد سلمان، حكمنا الدولي بغرفه الفار واي فار حامد علي، بينما حسين تركي مقيما للحكام وميستون اكرم احمد مشرف هذا اللقاء. اذا ايها الاحبه الكرام على بركه الله تنطلق صافره البدايه لحكم اللقاء عصام فاضل ما بين الشرطه وديالى. انطلقت صافره البدايه لاحداث هذا اللقاء في مواجهه بعيده عن الحسابات والتوقعات، الشرطه الفوز لا غير، بينما ديالى يريد الاستقرار في المراكز المتقدمه من اجل الانتصار من خلال هذه المباراه. هل يعرقل مسيره الشرطه من خلال مباراه اليوم ام ستعبر القيثاره بألحانها بسيمفونيتها المعتادة بالانتصارات من أجل تضييق الخناق على المتصدر القوة الجوية الذي لعب مباراة بنفس التوقيت أمام الطلبة في مباراة أيضا لا تخلو من الصعوبة، مباراة مثيرة وكبيرة. هنا الشرطة كتيبة المدرب أحمد صلاح، اليوم الحراسة حسن أحمد، مناف يونس ريوان أمين، بخط الدفاع أحمد يحيى على الأطراف ومصطفى سعدون، فهد اليوسف، عبد الرزاق قاسم، حسين علي، بينما هنالك في خط المقدمة بسام شاكر، أحمد فرحان ومحمود المواس. انتقال لتشكيلة المدرب يامن الزلفاني، بالحراسة علي رمضان، بينما بخط الدفاع علي خالد، أيمن بن محمود، شهاب الصالحي، محمد الباقر، عبد الرحمن. بخط الوسط محمد محسن، أنس مالك، هياد عبد فرحان، عبد المجيد الصبالة، وفي خط المقدمة أوس غازي، أحمد زامل. أبرز غيابات نادي ديالى عن مباراة اليوم إبراهيم تانديا وأيمن صفاقسي، مقتدى حسن. عن هذا اللقاء نتابع الشرطة بالألوان الجميلة الخضراء أمام السلام الأبيض. هنا كتيبة ديالى بملعب ديالى الذي يحتضن هذا اللقاء المثير، هذه المباراة المثيرة من خلال مباراة اليوم. نعم، مباراتين بنفس التوقيت، الجولات الحاسمة بالنسبة للمتصدر والوصيف بالترتيب حتى الآن ما بين القوة الجوية والشرطة، والفارق 4 نقاط. هل ستكون جولة الحسم بالنسبة للقوة الجوية أم جولة تضييق الخناق بالنسبة للشرطة من خلال هذه المباراة؟ أما هنا نادي ديالى الذي يسعى كذلك من أجل الانتصار وكذلك العبور بهذه المباراة، وكذلك يريد أن يصل في المباراة من أجل التقدم وتحقيق 3 نقاط. إذن النقاط الثلاثة المصيرية هي التي ستحدد مصير هذا اللقاء. الكرة وصلت هنالك بمنتصف ملعب المباراة، التقدم والتصل هنا بالإبعاد تأتي نادي ديالى من أجل الوصول والتقدم، صاحب المركز 11 ب45 نقطة، يسعى للارتقاء بسلم الترتيب ولكسب النقاط الثلاثة ومن أجل الحصول على النقاط الثلاثة لكي يصبح برصيد 48 نقطة. بينما هنا الشرطة صاحب 73 نقطة، بينما القوة الجوية ب77 نقطة. الفارق 4 نقاط كما ذكرنا، ويلعب مباراة الآن أمام الطلبة. هذه كرة عدت لحساب الجولة 35، مصطفى سعدون لمحمود المواس، يحاول التقدم هذا العقيد، يعيد الكرة الآن عند بسام شاكر. بسام اليوم بداية مختلفة للمدرب أحمد صلاح، والكرة تصل هنالك بمحاولة طويلة عدت هنالك بتمريرة طالت حتى عادت مرة أخرى. اليوم لن تجد في التشكيلة الأساسية بالنسبة للشرطة لا معتز ازدم ولا كذلك عبد المجيد أبو بكر ولا أيضا دومينيك مندي. ربما هذه البطاقات تغفل للمدرب أحمد صلاح مدرب الشرطة. نعم، القادم خلفا لمؤمن سليمان، المدرب الذي حقق لقب الدوري العراقي مع نادي الشرطة موسم 22-23. هل عودة أحمد صلاح ستصلح الأمور في البيت الشرطاوي ومن أجل العودة أن يحقق اللقب الخامس للشرطة خلال هذا الموسم؟ هذا ما يسعى لأجله جماهير القيثارة، ومن أجل أن تعزف أوتارها في جميع الملاعب العراقية التي تزورها. نعم، سيمفونية الشرطة تريد العزف في جميع الأماكن، بينما هنا ديالى لا يرفضون، وهم دائما ما يسعون من أجل الوصول والتقدم، من أجل أن يقدموا كرة قدم جميلة. لازلنا نتابع ونشاهد نظرات المدرب يامن الزلفاني
من خلال هذا اللقاء. كما ذكرت حامل اللقب هو صاحب السوبر الشرطة الذي يدخل هذا اللقاء بطموح مواصلة سلسلة الانتصارات وتضييق الخناق على المتصدر. القوة الجوية الجولات الحاسمة، فريق احتاج أن يجعل من الفوز عنوانا وأن يكتب حضوره بثقة الكبار داخل المستطيل الأخضر أمام ديالى أبناء حمرين أبناء مملكة أشوانا. من خلال هذا اللقاء يدخلون هذه المواجهة ومن أجل الارتقاء في سلم الترتيب في هيبة مثيرة للفريقين. نعم أبناء قلعة شيروان مستندين على الجمهور والأرض، عامل الجمهور والأرض اليوم من حضر من العاصمة من بغداد هنالك يساند الشرطة، وهنا من تواجد لكي يكون داعما لديالى من خلال هذا اللقاء. نعم بعذوبة بساتين ديالى وبفاكهة ديالى وبكل ما يزرع في هذه الأرض الطيبة. هنا أبناء ديالى أمام الشرطة في لقاء مثير، في مباراة مصيرية بالنسبة للشرطة والاستقرار بالنسبة لديالى. هذه وصلت الآن عند حسين علي لبسام شاكر، بسام بمواجهة أنس مالك، أنس لبسام تعود. هنا روان أمين من روان لفهد اليوسف، عدى العقيد والكرة بوسط ملعب المباراة لحسين علي، يحاول التقدم من حسين مرة الآن فهد اليوسف دخل بخبرة السنين، فهد عدى، الله يا فنان، الله 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 يا أحمد فرحان، الله يا فنان. نعم هنا أحمد فرحان يسجل أول أهداف المباراة. هذا هو الفنان بلحن القيثارة بسيمفونية القيثارة وبأرض ديالى يسجل أول أهداف المباراة من الفنان أحمد فرحان، يعلن عن الهدف الآن للشرطة. نعم يسجلون، يعلنون عن أول أهداف المباراة. لطالما انطلقت ولطالما بدأت المعركة فلا تعلن عن انتصار قبل انتهائها، فالضربة الأخيرة دائما ما تكون هي الضربة الحاسمة. هنا الشرطة، هنا القيثارة، هنا فهد اليوسف بتمريراته الجميلة، وهنا أحمد فرحان الفنان الذي يعلن عن أول أهداف المباراة من أحمد فرحان، هذا اللاعب الذي يعلن عن هدفه السابع هذا الموسم مع نادي الشرطة بعدما سجل في شباك القاسم والكهرباء والقوة الجوية والنجف وأمانة بغداد. الآن يسجل في شباك ديالى أحمد فرحان. فعدت الآن الكرة، وصلت هنالك بمحاولة، هنالك بتمريرة، لا زالت مستمرة التقدم. نعم في الدقائق الأولى 1 لنادي الشرطة، لا شيء لنادي ديالى حتى هذه اللحظات. نتابع أحبتي نشاهد 1 لمصلحة الشرطة، لا شيء لنادي ديالى. البداية كانت للضيف، البداية كانت للقيثارة، فهل سيأتي الرد من ديالى؟ وصلت وهنا تتهيأ الأمور. هنا التقدم أحمد زامل، يحاول من أحمد زامل والكرة انقطعت هنالك، طالت يا أنس مالك، أنس والكرة بالوسط يا أنس. هنا تعود مجددا أخرى وصافرة حكم المباراة عصام فاضل، يطلق صافرته عصام فاضل، صافرة وخطأ. هذا هو محمد باللقطة الماضية والواضح بالصورة عصام فاضل عزيز حكم درجة أولى يدير أحداث هذا اللقاء، لدي بكالوريوس تربية رياضية ودبلوم علوم عسكرية، كذلك هو منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب برتبة رائد نجل الحكم الاتحادي السابق فاضل عزيز، وأيضا شقيق الحكم المساعد في دورينا علي فاضل. إذن عائلة رياضية تحكيمية. وهنا نعم على ما يبدو هنالك فار وإشارة الفي آر ربما للتأكد. هنا جماهير ديالى بعد الانتصار الأخير كان على ساخو، نعم في المباراة الأخيرة لمصلحة نادي ديالى بهدفين لهدف. نعم والكرة بعد أن عادت هنالك بمحاولة نو بيلنتي بعد
التأكيد هنالك من الدولي محمد سلمان المتواجد بغرفة الفار، وحامد علي الأيفار. هذه وصلت وعادت الكرة هنا عند الحارس حسن أحمد. تلعب الكرة يا حسن، عادت هنا بوسط ملعب المباراة. هذا ريوان يتقدم الآن لبسام شاكر. اليوم أحمد صلاح يبدأ بخطة مغايرة بتشكيلة مختلفة عن الجولة الماضية وعن الجولات السابقة للمدرب أحمد صلاح. بدأ اليوم بمزيج من الشباب من اللاعبين الذين يمتلكون السرعة والمهارة من أجل الوصول والضغط، حتى وإن كان يلعب خارج أرض أحمد يحيى بمحاولة انقطعت عادت مرة أخرى. هذه الكرة تعود، بينما أكيد دائما الغيابات تكون مؤثرة. واحد من أبرز لاعبي نادي ديالا أيمن صفاقسي، وكذلك الظهير الأيمن مقتدى حسن، واحد من اللاعبين المميزين غاب عن هذه المباراة عن التشكيلة الأساسية. إبراهيم كانتا. هذه الكرة وصلت الآن، بينما هنالك في الدكة للشرطة آدم طالب، شريف عبد الكاظم، أثير، معتز، سالم أحمد، ليونيل أتيبا، عبد المجيد، دومينيك مندي، وجونيور سامبو، طارق جوان. كل هذه الأسماء المتواجدة. أمير صباح. وعادت الآن بعد التقدم لنادي الشرطة بهدف حسين علي يتراجع. لا زالت كرة من حسين علي بتمريرة هي داخل منطقة ال 18 بالنسبة لنادي ديالا، وحتى غادرت أرضية الملعب. إبعاد كان باللقطة الماضية من اللاعب أيمن من محمود التونسي. وعادت الكرة هنا لبسام شاكر يعيد بوسط الملعب. بسام لمناف، مناف هنالك لأحمد يحيى، من أحمد يحيى بهذا الانتشار يعيد الكرة، لا بل وصلت عند مناف يونس. مناف لاعب للكرخ، لاعب منتخبنا الوطني. من مناف حتى عادت هنالك بتمريرة ووصلت لعبد الرزاق قاسم. هذا عبد الرزاق قاسم بعد ما عدت هنالك بتمريرة وصلت. عبد الرزاق صاحب هدف الفوز في الجولة الماضية على نادي الغراف بهدف دون رد، واليوم كذلك كعنصر أساسي بتشكيلة المدرب أحمد صلاح من خلال هذا اللقاء. لطالما الكرة بأقدام العقيد فهد اليوسف، واحد من أبرز اللاعبين بتشكيلة المدرب أحمد صلاح، اللاعب الخبرة السوري فهد اليوسف. عاد وفاء لكيان الشرطة ليمثل الشرطة مرة أخرى في دوري نجوم العراق. الكرة لبسام شاكر، هذا هو بسام، تمريرة للأمام بالوسط من بسام، هنالك من حسين علي وعادت لفهد اليوسف يحاول، لكن هناك عبد المجيد بالملاصقة لحسين علي، مر من بين ثلاثة لاعبين، تمريرة عادت حسين علي ما بين أحمد فرحان وحسين علي. ندية المباراة بهذا التحدي. شاهد هنالك أصبح في المدرجات صمت، ينتظرون يستمتعون ويشاهدون كل ما يدور في المباراة. نتابع متعة هذا اللقاء بعد أن تقدم الشرطة بهدف اللاعب أحمد فرحان. باتت الفرحة واضحة على جماهير الشرطة المتواجدة بملعب ديالا، بينما جماهير ديالا تنتظر أن يكون الرد، أن يأتي هدف التعادل. والكرة بعد ما غادرت أرضية الملعب، والإبعاد كان حاضر من علي خالد باللقطة الماضية. هذا مصطفى سعدون وهذا محمود المواس. اليوم شارت القيادة للعقيد محمود المواس، واحد من أبرز اللاعبين. هذا اللاعب محمود المواس واحد من أفضل اللاعبين في دوري نجوم العراق. محمود المواس المحترف المميز في دورينا، هذا اللاعب ما خلى شيء في دوري العراقي ما حققه مع الشرطة. كأس السوبر، كأس العراق، الدوري العراقي 4 مرات، وكأس السوبر مرة، كأس العراق مرة واحدة، كل هذه الألقاب مع الشرطة، وهداف الدوري أيضا مع الشرطة. نتابع، ذكرت في مباراة سابقة كأفضل محترف في دورينا. نعم، حسب الإحصائيات والإنجازات التي حققها مع نادي الشرطة، يسعى مع الشرطة أن يحقق اللقب الخامس على التوالي. أحمد صلاح نعم خلفا لزميله مؤمن سليمان، هو عمل كمساعد مدرب مع الكابتن مؤمن سليمان الذي ذهب والآن يدرب نادي الجرمة. كذلك أيضا حقق اللقب 22-23 مع نادي الشرطة كابتن أحمد صلاح، لكن عادت اليوم وأيضا بتمريرة يقبل هكذا مهمة في الجولات الأخيرة، جولات الحسم المثيرة، والفارق 4 نقاط ما بين القوة الجوية، الفريق الذي يريد هذا الموسم أن يكسر هذا الحاجز وأن يحقق اللقب. نعم، صراع مستمر ما بين
الكبار في القمة في المقدمة، سواء كان الشرطة أو القوة الجوية. لازلنا نتابع والجولات المتبقية. نعم، لكل منهما بقيت 3 جولات عدا هذه المباريات. فالشرطة بعد هذه الكرة عادت عند 3 مباريات، والمباريات ال3 جميعها هنا في العاصمة بغداد. عفوا، بعد ما مضت الكرة عادت. هنالك بنقلة سيواجه أربيل في بغداد، ويواجه الشرطة يواجه الكرخ في ملعب الكرخ، وأيضا يواجه الميناء في بغداد. مباراتين في ملعبه ومباراة خارج ملعبه. هي أيضا بالعاصمة بملعب الراحل شرار حيدر أمام الكرخ، وعنده مباراة بملعب القفص هنالك ملعب الشرطة أمام أربيل وأمام الميناء. وصلت هنالك بتمريرة، محاولة عدت وللأمام، لا زالت مستمرة بهذا التقدم، الوصول، العبور من أجل أن يصل أن يتقدم، ولكن بعد ما عادت الكرة انقطعت. محاولة مجددا، هنا التمرير، هنا الخطورة لا زالت. مصطفى تأتي تمريرة إبعاد حاضر، والكرة تتخلص مرة أخرى. تابع، استمتع بمتعة اللقاء، بأن تكون الأهداف حاضرة. هنا من يسعى من أجل الوصول، من أجل أن يتقدم، ومن أجل أن يعدل نتيجة المباراة. فهل ينجحون؟ هل يعدلون من نتيجة المباراة؟ الوصول بهذه الكرة، العبور عند أنس، والتقدم. يا أوس غازي باللقطة الماضية، يا أوس باللقطة الماضية، يا أوس الكرة الماضية بعد ما عدت هنالك بتلك التمريرة التي طالت، ولكنها لا زالت بأقدام لاعبي نادي الشرطة. يحاولون الوصول مجددا، لكن تحت أقدام مناف. يلعبها من مناف، وصلت يا مناف. هذه تعود الآن، نقلة طويلة سريعة عند مصطفى، تأتي العرضية والإبعاد حاضر، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة بعد ما طالت الكرة إلى الخارج. 1 لنادي الشرطة، لا شيء لنادي ديالى حتى الآن. هذه لعاتم، ومصطفى السعدون كان متسلل باللقطة الماضية. تنفذ الآن من علي رمضان، يلعب علي رمضان، والكرة بالراس من مناف يونس بوسط ملعب المباراة. محمد محسن تلعب الآن من محمد محسن، لعب لأربيل والديوانية والصناعة، واحد من اللاعبين المميزين هنالك لعبد المجيد اليمني. عدت عبد المجيد سبارة وإلى خارج أرضية الملعب. سبارة، هذا هو عبد المجيد اليمني باللقطة الماضية، وبعد ما طالت إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. كما ذكرنا أحبتهم، تتبقى 3 مباريات بالنسبة للشرطة، جميع مبارياتها في العاصمة بغداد أمام أربيل والكرخ والميناء، وكذلك للقوة الجوية تبقى 3 مباريات عدا مباراة التي تلعب الآن وما زالت جارية أمام نادي الطلبة. سيواجه الزوراء في الجولة القادمة، ومن ثم أيضا يواجه نادي زاخو، وبعدها يواجه نفط ميسان في الجولة الأخيرة. بعد ما عادت هنالك نقلة سريعة وصلت، والتقدم حتى هذه اللحظات بمنتصف ملعب المباراة. لا شيء لنادي ديالى، 1 لنادي الشرطة. البداية كانت من أحمد فرحان، ولا زالوا يحاولون حتى الآن من أجل الوصول والتقدم بهذه المباراة. تصل ومحاولة هنالك عدت. نعم، لا زالت الأمور مستمرة بهذه المباراة. وبعد الكرة التي وصلت هنالك بتمريرة، أيضا تقدم القوة الجوية على الطلبة من علامة الجزاء بهدف اللاعب عصام الصبحي، ولا زال القوة الجوية هنالك في المباراة الأخرى متقدم على الطلبة بهدف، بينما الشرطة هنا متقدم. إذن حتى الآن والمباراة مستمرة ما بين الفريقين. هنا من يلعب خارج أرضه، وهناك من يلعب بالعاصمة والجوية متقدم على الطلبة بهدف، وهنا الشرطة متقدم على نادي ديالى بهدف. ولا زلنا نتابع. مشاهد أحبتي، بعد ما عادت هنالك نقلة وصلت مجددا، تمريرة خطيرة، ياد عبد فرحان بتسديده وإلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب. تصويبة اللعبة ياد عبد فرحان، هذا المدرب يامن الزلفاني التونسي، المدرب المميز مع نادي ديالى. نعم، حقق نتائج مرضية
لنادي دياله هذا الموسم، 12 انتصار 9 تعادلات 13 خساره. هذه كره عادت اخرى. دوري صعب هذا الموسم، نعم تواجه فرق صعبه، كثره السفر، الارهاق، اكيد هذا كله يؤثر. والكره تعود عند انس مالك لاياد عبد فرحان، لكن افتكاك للكره من اللاعب فهد، من فهد يلعبها عبد الرزاق قاسم لفهد، عبد الرزاق مرة أخرى هنالك صافرة ولمسة يد كانت حاضرة. صافرة حكم المباراة تشير لخطأ بعد اللقطة الماضية. السلامة للحارس علي رمضان، السلامة يا علي. على ما يبدو علي رمضان يشكو من إصابة في هذا اللقاء المثير. نلعب في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول. أحبتي يا من تشاهدون وتتابعون متعة هذا اللقاء، الشرطة متقدم بهدف وديالا يسعى لتعديل نتيجة المباراة. هذه لقطة الهدف الجميلة بعد مرور وتمريرة اللاعب فهد اليوسف بقدم. فهد اليوسف شاهد هذه الإعادة كيف تقدم من الخلف أحمد فرحان، وضع الكرة في سقف المرمى وأعلن عن الهدف الأول لنادي الشرطة. هذا المصراوي سجل الهدف الأول لنادي الشرطة وأعلن عن هدفه السابع هذا الموسم مع نادي الشرطة. واحد من اللاعبين المميزين، لن يشترك جميع المباريات هذا الموسم في الدوري لكون الإصابة أبعدت هذا اللاعب عن عدة مباريات، لكن بعد عودته أصبح واحد من اللاعبين الذين يسجلون الأهداف لنادي الشرطة. لطالما الشرطة لا زال متقدم بهدف، بينما ديالا لا زال يسعى من أجل تعديل نتيجة المباراة. بالأمس انطلقت هذه الجولة ب3 مباريات، وجميع المباريات انتهت بالتعادل بهدف لمثله. مباراة القرم أمام نفط ميسان بالتعادل، النفط الميناء بالتعادل، والزوراء والقاسم أيضا بالتعادل، كلها بهدف مقابل هدف. اليوم كذلك قبل هاتين المباراتين انطلقت 3 مباريات بنفس التوقيت. مباراة الموصل وتروك التي انتهت ب3 أهداف مقابل 3 أهداف. الكهرباء تغلب على أمانة بغداد بهدف مقابل لا شيء، والغراف تعادل أمام الكرخ بهدفين مقابل هدفين. انطلقت بهذا التوقيت مباراة القوة الجوية والطلبة ديالا والشرطة. مباراة اليوم هنا جماهير حشود متواجدة بملعب المباراة. نتمنى أن تسير الأمور وتكون مستمرة الأمور جيدة في المدرج وفي كل مكان بأرجاء ملعب المباراة. لا نتمنى أن نشاهد أمور سلبية تعيق سير المباراة كما حصل في نهاية مباراة الموصل وإتهوك. بعد نهاية المباراة شاهدنا هنالك بعض التهجمات من قبل الجماهير، وللأسف الشديد هذا ما لا نتمنى أن نراه في دورينا. هذه كرة وصلت، تبقى كرة القدم منافس الشريف. هذه العرضية تأتي ولكنها وصلت إلى الحارس علي رمضان. يعود الآن بوسط ملعب المباراة محمد الباقر عبد الرحمن يتقدم إلى أنس مالك بتمريرة أياد بالراس، عادة ريوان، نقل عبد الرزاق، هنالك عند أحمد فرحان. أحمد يا فرحان هو من يتقدم الآن وينتظر من يعيد الكرة إلى الخلف. أحمد فرحان تحت اقدام مناف لرزاق، عبد الرزاق قاسم بتمرير عادت من عبد الرزاق وكي تصل الى فهد اليوسف. من فهد اليوسف وصلت الان بتمريره، هنالك عاتت وبنقله وصلت، وهنا التقدم بسام شاكر. بسام يا شاكر يعيدها بسام، وهنا الارتقاء والابعاد ياتي من علي خالد. خلص الكره يا علي لفهد، فهد اليوسف بتمريره وصلت يا فهد. هنالك محاوله مجددا هي تعدي لاحمد فرحان، وعدت يا احمد فرحان الان الى مناف يحاول الوصول، تعيدها الى بسام شاكر يا بسام، وصلت هنالك بعد تمريره. نعم الشرطه دائما ترى فيه هذه البصمه، بصمه السمار والغزلان، نعم السمراء دائما عن تلك الايام الجميله وعن تلك الاسماء الكبيره، عن ذلك الغزال الاسمر للشرطه للقيثاره وهدافها يونس عبد علي، وهذا بنفس الملامح لتلك البشره السمراء الكابتن يونس عبد علي ابو علي. وهذه الكره بعد ما وصلت هنا، هذا بسام شاكر
هل نرى بسام يزرع الابتسامة على وجوه جماهير الشرطة وأن يذكرهم بأيام يونس عابد علي وأن يسجل الأهداف؟ لكن هنالك خطأ ولا زالت الكرة بمحاولة مستمرة، يعطي الأفضلية، تعود عبد المجيد يحاول التقدم والكرة تنقطع هنالك بتمريرة مرة أخرى، لكنها وصلت مجددا لكي تعود بنقلة تابع. هذه عدت هنا المرور، عبد المجيد صبارة وإلى خارج أرضية الملعب، ضاعت الكرة بعد ما غادرت أرضية الملعب، طالت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. شاهد كل ما يجري كل ما يدور بندية هذا اللقاء هو من أجل الوصول، هو من أجل تعديل نتيجة المباراة. فهل يتمكنون؟ هل ينجحون؟ هل يعدلون نتيجة المباراة؟ تابع الآن هذه جماهير الشرطة المتواجدة بملعب ديالى، والكرة وصلت هنالك. مصطفى سادون يحاول بأن يقطع الطريق، لكن هنا الريوان لمصطفى بسام بوسط ملعب المباراة. من بسام يتقدم للأمام، بسام بنقلة سريعة تصل والكرة انقطعت. علي خالد يتقدم الآن بشن الهجوم لديالى. أنس مالك من أنس يا مالك، يعود في الكرة أنس يريد البحث عن زميل. أنس لف ودار بالكرة حتى عاد وينتظر المساندة لكي يمرر الكرة هنالك للأمام. يظهر دائما بسام إلى الخلف، وأياد عبد فرحان الذي يتقدم. مرة أياد عدى أياد عبد فرحان، ودائما يكون أمام بسام. والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الركنية الآن لديالى، صافرة حكم المباراة وركنية لديالى. ضاعت هذه اللقطة من بسام، هو سدد، ارتدمت به اللاعب اياد عبد فرحان وغادرت ارضية الملعب. الركنية ام ركلة مرمى؟ نعم، يقول له ركلة مرمى اللقطة الماضية، لكن اللاعب محمد جلالاية كابتن هي ركنية، والقرار كان واضح من حكم المباراة باحتساب ركنية لمصلحة نادي ديالى. بهذه اللحظات أن نتابع هل ينجح ديالى ويعدل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث هذا الشوط؟ هل يعود بالمباراة لكي تتساوى الأمور وتكون كفة بكفة، أم يستمر التقدم لنادي الشرطة يبقى هو المهيمن، هو من يفرض السيطرة في كل مباراة يريدها؟ ونعم بعد كلام الكابتن أحمد صلاح قال كل مباراة متبقية للشرطة هي بالنسبة مباراة نهائية، بالنسبة هي مباراة مصيرية لنا. وبينما الكابتن يامن الزلفاني قال مباراة صعبة، مباراة فيها ندية كبيرة، علينا أن نركز، علينا أن نقدم كل ما لدينا، فنواجه فريق صعب كفريق الشرطة، فريق مميز، فريق يسعى من أجل الوصول وتحقيق لقب دوري نجوم العراق، عند منافسة بين القوة الجوية. وهذه الأمور طالما لا زالت مستمرة مشتعلة في دوري نجوم العراق، بقيت الإثارة ولا زالت مستمرة. هنا الإبعاد يأتي والكرة تعود، نقلة انقطعت، هنا التمريرة، هنا المحاولة، هنا التقدم، هنا فهد لأحمد فرحان، يلعبها الآن لصاحب الهدف الأول، يتقدم أحمد فرحان وشهاب الصالحي، شهاب ومحمد يتدخل، والإبعاد يأتي وسقوط اللاعب محمد محسن باللقطة الماضية. سقوط اللاعب محمد محسن باللقطة الماضية. سلامة اللاعب، سلامة يا محمد. هنالك الخطأ باللقطة الماضية، وحكم المباراة يطلق صافر الضوء يستدعي المعالج بأن يدخل إلى أرضية الملعب خلال هذا اللقاء المثير. مباراة مثيرة ما بين فريقين مثيرين. ديالى يريد أن يعود بالمباراة ويعدل نتيجة اللقاء، بينما الشرطة يريد الحفاظ على هذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين هنالك التي انتهت بالعاصمة بفوز الشرطة، يومها سجل سالم أحمد وشريف عبد الكاظم، وبعدها قدم اعتراض الشرطة للجنة المسابقات، وأيضا اعترض على نادي ديالى واعتبر ديالى خاسر 3-0 يومها بتلك المباراة، مباراة الذهاب. بينما اليوم يريد
من خلال هذه المباراة أن يتقدم. عدة لقاءات تاريخية جمعت الفريقين، تتحدث عن ديالا والشرطة. فنادي ديالا منذ موسم 75 76 لعب في دوري العراقي. نعم، نادي ديالا مع هذا الموسم الخامس عشر له في الدوري العراقي بمواسم متفاوتة. هبط 6 مرات في الدوري العراقي من الدوري الدرجة الأولى. نعم، 4 مرات هبوط ومرتين انسحب من الدوري، لكن اليوم والعودة منذ كذلك لنادي ديالا منذ الموسم الماضي عاد لدوري نجوم العراق. في الموسم الماضي احتل المركز 17، لكن هذا الموسم حتى الآن ولا زال في المركز 11. تتابع ذلك بعد الخطأ وصافرة حكم المباراة اياد عبد فرحان. غضب واضح، كلام من حكم المباراة دعك من ردود الأفعال يا اياد عبد فرحان. تواجه حكم صارم، نحذر من ارتكاب الأخطاء يا شباب، نحذر. شاهد هذه النبرة كانت بالاعتراض من الكابتن اياد عبد فرحان ورد الحكم. نخشى من البطاقات الملونة يا شباب، لا نريد أن نرى البطاقات الملونة أن تكون حاضرة في هذه المباراة. عدت الكرة، دعوا الأمور مستمرة بهذه المنافسة الكبيرة. من العقيد انقطعت من زميلة وعادت هنا الإبعاد ليأتي تحضير الكرة بالوسط وريوان أمام. هنا التقدم، أحمد زامل تقدم، مر أحمد زامل، القناص يحاول من أحمد زامل. هنا التصويب، لا 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 لا، بعيدة يا أحمد زامل. أحمد زامل لعب بنفط ميسان وزاخو ونفط البصرة والزوراء والقوة الجوية، لكن بعد ما طالت اللي يسجل للشرطة بصراوي، هل يسجل لديالا بصراوي؟ أحمد زامل أيضا واحد من أبناء البصرة. هذه جماهير ديالا المتواجدة بملعب المباراة وهي تساند. نعم، شيء جميل أن ترى جمهورنا متواجد في المباريات، يملأ المدرجات، المنافسة تكون بالتشجيع الحضاري. ممتع. ملعب ديالا يمتلئ بجماهير الفريقين، بجمهور ديالا والجماهير التي جاءت لتكون ضيف على ديالا. هذه المدينة مدينة المعطاء، مدينة الكرم، والكرة وصلت الآن، عادت بمنتصف ملعب المباراة. هنالك أنس يحاول وفهد اليوسف، ما بين أنس وفهد تراجع. هنالك عبد المجيد صبار، وصلت من عبد المجيد لكي تعود لعلي خالد. هذه من الشهاب الصالحي، تأتي العرضية وتصل مرة أخرى. المحاولة عند اللاعب هنا بأقدام هنالك من محمد بعد ما طالت محمد الباقر واللقطة الماضية، بل وصلت لعلي شهاب يعيد اليمن. هذا علي خالد، من علي خالد ينتظر. نلعب الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، ولا زلنا نشاهد بما يجري بهذه المباراة بعد تقدم الشرطة بهدف اللاعب أحمد فرحان. عبد الرزاق قاسم يقطع بالإبعاد، ومناف يونس يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وبعيدت إلى ركنية. نعم، كان محاصر ولن يرى أمام خيار إلا أن يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. وبعيدت من مناف، وتقدم هنا بالضغط من أحمد زامل وأوس غازي عبد المجيد وآيات فرحان أنس مالك. هذا الخط الهجومي، كرة بالراس تيم، هنا نقلة سريعة وصلت، وهنالك مطالبة لكن بإحضان الحارس. بل كانت هنالك أيضا صافرة من حكم المباراة الكابتن عصام فاضل حاكم المباراة. أشار لخطأ باللقطة الماضية، على ما يبدو هنالك كانت لمسة يد بهذه اللقطة على من؟ على مدافع. نعم، لكن هنالك الراية أيضا كانت حاضرة. نظرات للمدرب أحمد الصلاح. أحمد بماذا يفكر؟ يخطط للشوط الثاني، ممكن أن تكون تغييرات، ممكن أن تكون معالجة للثغرات الدفاعية التي تحصل بالشوط الأول. كل هذه تعالج بنظرات المدرب وتكتيك المدرب في الشوط الثاني، سواء كانت للمدرب أحمد صلاح أم للكابتن يامن الزلفاني. هذه وصلت الآن لتمريرة اياد عبد فرحان. عبد المجيد طالت يا عبد المجيد، لا جديد، والكرة تغادر أرضية الملعب يا عبد المجيد. تصل ذلك نقلة طالت، وكل ما يدور حتى هذه اللحظات تستمر ندية المباراة ما بين الفريقين بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. وهنالك نقلة عند أحمد زامل يحاول المرور، مناف أحمد
انقطعت وعادت عبد المجيد. اياد ياتي من الخلف الفهد يخطف الكره من اياد وتعود في اكتاف فهد اليوسف. الفهد الى عبد الرزاق، تقدم عبد الرزاق الى مناف ايوه نقله من ريوان امين للامام باتجاه محمود المواس. لن يظهر المواس حتى الان، لن يستلم المواس. المواس اليوم يلعب راس حربه، لكن هنالك تشاهد على اطراف اللاعب احمد فرحان وبسام بهذه التحركات. حسين علي لن تصل الكرات لمحمود المواس لكونه محاصر بخطه دفاعيه محكمه من المدرب يامن الزلفاني. هذه وصلت، عادت هنالك عند اللاعب عبد الرزاق قاسم. من عبد الرزاق قاسم انتشار التقدم الان والعبور، لا زال يحاول حسين علي لمصطفى الزعتون. مصطفى علي يحرر المواس بين حسين علي. هنالك نقله والكره عاتت مره اخرى عند اياد عبد فرحان. تقدم الان ورساله بتمريره من مناف يونس هناك باتجاه فهد. فهد يلعبها لاحمد فرحان، يحاولون الوصول والتراجع المنظومه الدفاعيه لنادي دياله. حسين علي يريد ان يفك هذه الشفره، يريد ان يتقدم داخل منطقه العمليات لكن يتراجع مره اخرى. وصافره حكم المباراه باحتساب ركله جزاء. نعم هنا صافره حكم المباراه. ماذا يقول بعد المطالبه من دفاعات دياله؟ لكن أراد حسين علي أن يتقدم، أراد أن يفك تلك الشفرة بعد أن تقدم داخل منطقة العمليات وينتظر هل هنالك بالفعل بعد هذه اللقطة هل هي داخل منطقة 18 أم احتساب ركلة جزاء أم هي كانت خارج منطقة 18 ويكون خطأ بعد هذا التدخل من عبد المجيد باللقطة الماضية. لا يا عبد المجيد لا، هذه الأمور مرفوضة. بلنتي ينتظر وربما يكون هنالك تأكيد القرار من غرفة الفار. هل يأتي قرار من الكابتن محمد سلمان وتلغى أم الحكم كان قريب بعد أن أعطى قراره الكابتن عصام فاضل وكان قريب من الحالة. بعد ذلك التدخل مع اللاعب حسين علي. شاهد نظرات وملامح المدرب يامن الزلفاني بهذه اللحظات. نعم بعد احتساب قرار حكم المباراة بلنتي لنادي الشرطة. سلامة لحسين، سلامة لكل اللاعبين. الشرطة يسعى لأجل التقدم. هذه جماهير القيثارة المتواجدة القادمة من بغداد والمتواجدة في ديالى بعد هذه الكرة. عبد المجيد صبارة بهذه الطريقة. نعم الركل كان باللقطة الماضية وحكم المباراة كان قريب والبطاقة الصفراء أشرت من حكم المباراة الكابتن عصام فاضل أعطى البطاقة الصفراء. كان هنالك دخول من اللاعب عبد المجيد صبارة وبطاقة صفراء على اللاعب. من على التنفيذ الآن؟ هل هو محمود المواس الذي سيتقدم؟ نشاهد. نعم العقيد على ما يبدو هو من سيتقدم. هذا اللاعب المميز محمود المواس أكيد هو من سيتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. نتابع ونشاهد محمود المواس في مواجهة الحارس علي رمضان. هل يقود الشرطة بهدف ثاني؟ هل ستعزف القيثارة سيمفونيتها على نسيم بساتين ديالى؟ يتقدم المواس. الله الله يا ناس، ضاعت الكرة، ضاعت يا مواس، ضاعت على المواس. تألق علي رمضان، تألق الفنان وتصدى لها ببراعة. هذا هو الفنان علي رمضان يتصدى لكرة القائد محمود المواس، يحرم الشرطة من الهدف الثاني. بعد هذه التسديدة من محمود، طيران وتألق لعلي رمضان، فنان تمكن من تصدي نعم ركلة جزاء لمحمود المواس. علي رمضان تصدى الآن ويحرم المواس من هدف ثاني في المباراة. وصلت، عادت
مرة أخرى. هنا محمد الباقر، كرة بالراس تتخلص، تعود مجددا بوسط ملعب المباراة بنقلة سريعة، لا زالت مستمرة والتقدم أنس. هنالك بتمريرة عدت لتنقض عبد الرزاق قاسم والى خارج ارضيه الملعب. اوس غازي، ارتدمت الكره باوس غازي وغادرت ارضيه ملعب المباراه. ضاعت على محمود المواس. تصدي ببراعه للحارس الشاب علي رمضان، تمكن من التصدي وانقاذ فريقه. نعم، ركلة الجزاء تصدى لها ببراعة لتبقى المباراة بالتقدم بهدف مقابل لا شيء. 1-0، 1 للشرطة. هذه مرت. هنا علي خالد، الابعاد وبعدت من علي جانبية. حسين علي، حسين يا علي على التنفيذ. هنا مصطفى سعدون، مصطفى سعدون من إصابة في لقاء مثير، في مباراة فيها الندية حاضرة، تبادل الهجمات في هذه المباراة بهذا الإصرار وندية هذا اللقاء من خلال مباراة اليوم. ولا زلنا نتابع أحبة المباراة مثيرة حتى الآن، والتقدم بهدف دون رد. نشاهد حتى هذه اللحظات علي رمضان وابتسامة هذا الحارس الشجاع الذي تمكن من التصدي لكرة اللاعب محمود المواس، واحد من أبرز وأخطر اللاعبين في دورينا. شاهد الكرة ذهبت هنالك في الزاوية اليمنى وتصدى ببراع علي رمضان. شاهد فرحة جماهير ديالى بعد تصديه لركلة الجزاء، وخيبة الأمل كانت واضحة على ملامح اللاعب محمود المواس بعد تلك الانتظار. الآن لا زلنا نشاهد نتابع حتى هذه اللحظات، وكأنما يدور هنالك تحدي ما بين الحارس الشاب والمواس. هذا يتوعد، يقول له راح احرمك وما راح اخليك تسجل هدف يا محمود. هذا وعد ان احمي شباك ديالى حتى اللحظات الاخيره. والمواس كأنه يقول الرد سياتي يا علي رمضان، انت تصديت بركلة جزاء، أنت تحديتني، لكن التحدي لا زال مستمر في هكذا منافسة مثيرة الآن ما بين ديالى والشرطة، ما بين المواس وعلي رمضان. فعدت الآن إلى خارج أرضية الملعب. طالت الكرة، طالت، غادرت. هنا تعود بالراس، الإبعاد، يأتي أنس مالك، يأتي من الخلف حسين علي بالتمريرة لبسام، يتقدم بسام شاكر وتنقطع من شهاب مرة أخرى. هنالك من اللاعب محمود، هذا أيمن محمود، أيمن بن محمود من التونسي، وتصل هنالك في المقدمة. لا زالت عند أوس غازي يحاول، لكن ريوان أمين بهذا الهدوء للمدافع يعيد الكرة إلى الحارس حسن أحمد. من حسن أحمد، ينتظر حسن، يلعبها من حسن أحمد طويلة إلى الأمام وإلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. التحدي لا زال مستمر حتى هذه اللحظات من الدقائق المتبقية حبتي، ونشاهد الشرطة 1 لا شيء ديالى. بعد ما وصل هنالك سقوط اللاعب عبد المجيد. تستمر ندية هذا اللقاء من خلال هذا الصراع الكبير، هذه المباراة. هذا هو الاشتراك ما بين أحمد وعبد المجيد باللقطة الماضية. تابع كل ما يدور في مباراتين، نعم، مثيرتين، مباراة الطلبة والقوة الجوية والشرطة وديالى. لكن حتى الآن هنالك القوة الجوية المتقدم على الطلبة بهدف، وهنا الشرطة متقدم أيضا على نادي ديالى. هذه وصلت بالتمريرة، عدت للأمام والإبعاد حاضر، بينما هنالك راية من المساعد أمير عباس باللقطة الماضية. راية المساعد أمير عباس باللقطة الماضية. هذه تعود بالوسط، انتشار عند اللاعب بسام،
يلعبها بنقله وللامام، عادت من احمد فرحان، دوران مناف الى بسام، بسام يلعبها تعود الى مناف يونس، من مناف الى فهد، فهد اليوسف، فهد ينتظر، من فهد اليوسف يعيد الكره تحت اقدام ريوان، هذا هو ريوان مين؟ من هو بسام، تغيير من بسام واماميه يا بسام، وصلت عند احمد مرة أخرى لعبد الرزاق قاسم، من عبد الرزاق لفهد اليوسف يتقدم، فهد يحاول المرور بأقدام حسين علي من فهد، وانتوما بين حسين محاصر ويعيد الكرة إلى فهد، شاهد بهذا الانتشار من فهد لا لن تصل، ومحمد محسن يقطع الطريق بل أحمد، وتغيير المراكز ما بين أحمد وحسين علي، هنالك بسام وصافرة حكم المباراة، الخطأ لأحمد زامل بعد التراجع للخلف، 4 دقائق كوقت إضافي لنهاية أحداث هذا الشوط، والمباراة لا زالت على حالها بالتقدم بهدف دون رد. هل ستذهب بالشوط الثاني وتتغير الأمور في مجريات الشوط الثاني من المباراة؟ فمن يكسب الرهان ويحقق النقاط الثلاثة؟ بماذا يفكر أحمد صلاح؟ عدت بالراس وإلى خارج أرضية الملعب، الكرة غادرت، وهنا يامن الزلفاني بتوجيهات ربما يخفي شيء للشوط الثاني. يامن الزلفاني من المدربين المميزين في دورينا. عادت الآن، هناك تقدم، عبور من أحمد يحيى، مر بالكرة أحمد لفهد، انقطعت، عادت بالوسط مرة أخرى من أحمد إلى مصطفى، سعدون يتقدم، مصطفى يحاول المرور بينما يعطي الكرة إلى بسام، نقلة من بسام لحسين علي، قريب هنا أيمن محمود، أيمن بن محمود التونسي، أبعد الكرة إلى الخارج أو تترك وتغادر. هذا حسين علي بعد ما غادرت أرضية الملعب. هذه نقلة طويلة، الارتقاء تتهيأ هناك عند عبد الرزاق قاسم، محمد محسن يحاول لكن انقطعت عند أحمد إلى أحمد يحيى، التقدم من أحمد يحيى وأمام أحمد فرحان، يحيى لا زال إلى فهد إلى المواس، عدت، هذا فهد الخطير، فهد الخطير، فهد المثير، فهد الرائع، فهد من اللاعبين المميزين، هذا الفهد الشرس الذي يحاول دائما أن يتقدم وأن يصنع الفارق بخبرة هذا اللاعب، واحد من أكبر اللاعبين المتواجدين في أرضية ملعب المباراة، لاعب فهد اليوسف. شاهد الآن ركنية لمصلحة نادي الشرطة، ملعوب الكرة من أحمد، عادت هنا تصويبا من مكان بعيد وإلى خارج أرضية الملعب، الكرة غادرت يا عبد الرزاق قاسم حتى وصلت الآن مجددا تصويبة اللاعب عبد الرزاق قاسم التي غادرت أرضية ملعب المباراة، تلعب من علي رمضان وبعد أن عادت بوسط ملعب المباراة، هي تصل لإياد ممكن الآن، وهذا التقدم عبد المجيد، مر عبد المجيد صبارة إلى إياد عبد فرحان، إياد يا فرحان، لكن يأتي دائما من الخلف هذا الفهد ليقطع الطريق ويعيد الكرة هناك باتجاه فرحان، تقدم الآن لمحمود المواس، حاول الآن العقيد لكن علي خالد يقول له لا جديد يا عقيد، لا جديد يا عقيد، تراجع لكن يعود الآن، ممكن أن يكون شيء جديد عند العقيد أمام علي خالد، انقطعت ولا زالت الملحمة مستمرة، هنا الاعتراض، هنا الانقطاع للكرة، هنا التقدم وهنا التشتيت، هنا الافتكاك، هنا المحاولات، هنا السرعة، هنا الأداء، هنا التمرير، هنا من يخطف الكرة وهنا من يعدي، هنا مصطفى سعدون يمررها الآن وعلي خالد يتدخل، محمود أيمن يا محمود، أيمن بن محمود انقطعت وإلى خارج أرضية الملعب، بينما هناك سقوط لاعب من الشرطة ولاعب من الدياب. سلامة اللاعب مصطفى سعدون، سقوط اللاعب مصطفى، سلامة يا مصطفى،
السقوط باللقطة الماضية. نعم، وصافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم نادي الشرطة بهدف اللاعب أحمد فرحان. أحبتي أكيد سنعود ونكمل معكم مجريات الشوط الثاني، لكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. داوود ديمي داوود السنغالي الله ديمي داوود يسجل هدف في ركلة جزاء. ديمي داوود في الزاوية وحارس المرمى في زاوية أخرى، ويتقدم السنغالي، يتقدم بأول أهداف هذا اللقاء، وبالتالي هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. شوف أحمد بشار في زاوية الأقل خسار القوة الجوية بخسارتين بعد الزوراء ب43 والشرطة 5 خسائر، بينما بيتر جورجيز وهدف التعادل، هدف التعادل، جول لصقور الجبال، هدف لصقور الجبال، يتعادلون مع بداية الشوط الثاني. بيتر جورجيز الهداف يأتي، الهداف يسجل، يتقدم باليسار ويسجل باليمين. هدف التعادل، عادت المباراة، عادت إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية بل إيجابية بهدف مقابل هدف. 4 دقائق من زمن الشوط الثاني، الدقيقة 49 يسجل بيتر جورجيز هذه الكرة وهذه التصويبة. مر من الأول وبعد ذلك صوب الكرة، مرت من علي عبد الأمير ومرت كذلك من حارس المرمى لتسكن الشباك ليتعادل صقور الجبال بالكرة الماضية. 1-1 الآن. تبادل الكرات هذه خطيرة لمصلحة دوك. صقور الجبال جول ثاني. الله هدف ثاني لصقور الجبال، ثاني لبيتر، ثاني لجورجيس، ثاني للهداف. تقدم وسجل، تقدم وثاني. يوه على هذه الكرة، شوف المرور الممتاز وبيساره
في منتصف المرمى ليتقدم بهدف ثاني ليسجل الثاني. امام عمليه الهجوم لفريق الشرطه على مرمى نوروز، المحاوله تستمر داخل منطقه الجزاء، خطيره الان، ممكن مصطفى سعدون. الله 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 الله، هدف مارادوني لمصطفى سعدون، هدف مارادوني لمصطفى سعدون. الله على اللقطه، على اللمحه، على الجمال، الهجمه لفريق نادي الشرطه، ومصطفى سعدون ذهابا وايابا يسجل في مرمى نوروز واحد من الاهداف الجميله في دورينا، بكره جميله، بتوغل اكثر من رائع من مصطفى سعدون بعد التلاعب بدفاعات فريق نوروز، يسكنها في الشباك على يسار حارس المرمى هاني شاكر. اذا مصطفى سعدون يسجل هدف اول لفريق نادي الشرطه في الدقيقه الاخيره والخامسه من الوقت المحتسب بدل ضاع. لاحظ الاعاده، لاحظ كيف مر من اثنين مباشره والثالث، وبعد ذلك سدد على يسار حارس المرمى هاني شاكر ليسجل اول اهداف المباراه للشرطه في مرمى نوروز. خلاص الشرطة ينهي ويسدل الستار للشوط الأول متقدما بهدف على نوروز وعن طريق المدافع مصطفى سعدون. لاحظ هدف مارادوني وبشكل رائع، مر بطريقة من أمام دفاعات فريق نوروز ليسكنها على يسار الحارس هاني شاكر. لاحظ الفرح، كرات يتناقل لاعبي فريق الشرطة. مصطفى سعدون اللي قدم مباراة كبيرة في هذا اللقاء أمام نوروز داخل منطقة الجزاء والرأسية، وهدف ثاني، جول ثاني، هدف ثاني للشرطة عن طريق أحمد يحيى، يسجل هدف ثاني لفريق الشرطة برأسية في مرمى نوروز. إذا الشرطة في بداية الشوط الثاني والدقائق ال12 الأولى من بداية الشوط الثاني، أحمد يحيى يضاعف النتيجة بهدف آخر لفريق الشرطة. الله على أحمد يحيى، غاب مهاجمي الشرطة في هذا اللقاء ويظهر المدافعين، مدافع اليمين ومدافع اليسار هم من سجلوا الأهداف في هذه المباراة. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة على رأس اللاعب أحمد يحيى بالمقاس، يسجل هدف ثاني بكرة جميلة من محمود المواس وعلى الرأس لأحمد يحيى ليسجل من خلال هدف ثاني لفريق الشرطة. إذا الشرطة 2 الآن، لا شيء لفريق نوروز. يحاول يمر، ممكن الثالث أتيبة، ليونيل أتيبة، ممكن لسامبو، والثالث، جول ثالث لنادي الشرطة عن طريق اللاعب السنغالي والبديل بولي سامبو. ياه من فرحة للمدرب أحمد صلاح ولدكة البدلاء لنادي الشرطة ولجماهير الشرطة الحاضرة في ملعب نوروز بهدف ثالث ونتيجة كبيرة يحققها فريق الشرطة على حساب نوروز في هذا اللقاء. خلاص 3 نقاط جديدة تضاف إلى فريق الشرطة وانتصار ثاني للمدرب أحمد صلاح، المدرب الجديد القديم الجديد لفريق نادي الشرطة. إذا لاحظ التمريرة عن طريق اللاعب ليونيل أتيبة من الكاميروني، من أسد كاميروني إلى أسد سنغالي، وبالتالي هدف ثالث لفريق الشرطة. ينهي المباراة فريق الشرطة على حساب نوروز بهدف ثالث. خلاص نتيجة ممتازة جدا لفريق نادي الشرطة. هذه محاولة زورائية، نقلة لا زالت داخل المنطقة، يوسف عزيز يحاول، لا زالت لم تغادر، قوقية يصوب، جول للنوارس. لقطة شوفها بالإعادة، هذه اللقطة هل غادرت أو لا؟ هنا يتحدثون، هنا يتساءلون، لكن حسن عبد الكريم يدون أول أهداف الديربي. شوف بالقدم اليسرى وباغتت حارس المرمى فهد طالب بانتظار هل الهدف صحيح أو لا، بانتظار قرار حكم اللقاء. هل هي فرحة احتفال هدف للبرتقالي أم تصدي جديد لكوميليو؟ أطاح بكوميل وذهب به على اليسار ليضعها على اليمين بحرفنة. هذا الإفواري يانيك زاكري يتقدم ويضع الكهرباء في مقدمة المباراة من ركلة جزاء، أتقنها وضعها في المرمى وأطاح بحارس المرمى ليسجل الهدف الأول للبرتقالي في مرمى الإمبراطور كراهير. يانيك زاكري الإفواري يواصل التألق، يواصل الإبداع ويضع الهدف والتقدم للكهرباء.
لاحظ كيف ضيع الطريق، كيف ظل كوميل في النظر إلى الكرة، وكوميل الآن كرة وصلت أو كرة المهاجم وصلت إلى مرمى كوميل. ينظر كوميل إلى كرة في المرمى. 1-0 الآن للبرتقالي من ركلة جزاء. التهور هو الذي أطاح بأربيل، وهذه الإعادة من أكثر من مكان وفي أكثر من زاوية، ويانيك زاكري يسجل الهدف الأول. وهنا إبعاد وهنا صافرة من جانب حكم المباراة، لا شيء. مرتد الآن باتجاه نهاد محمد للثاني 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 للثاني. الله الله الله، مع المطالبة بالمخالفة، عكس الاتجاه، عكس التوقعات. نهاد محمد الذي وصل إلى منطقة الجزاء، الذي حلق وطار، وهنا الختام وهنا التوقيع، وفيها كرة الهدف الثاني، فيها توقيع على الانتصار. ما يفعله البرتقالي خارق للعادة، بداية رائعة للشاطر حسن، ونهاد محمد يتقدم ليسجل الهدف الثاني في مرمى أربيل مع المطالبات بمخالفة. أوهموني وأوهم الجميع، من دون أوفسايد، من دون تسلل. هرب نهاد، وصل إلى منطقة الجزاء، قرر، مر، فتح زاوية، وضع الكرة في مرمى كوميل، وبالتالي هدف ثاني يأتي الآن في مرمى أربيل. في ضغط الآن عالية من جيلان، رأسية رائعة، يا سلام. شيرزو تيميروف يسجل هدف تقليص الفارق وهدفه ال25 هذا الموسم. الكرة الرأسية الجميلة، وشيرزود حاضر ليضع الكرة في الشباك، ليضع الكرة في المرمى. حضر الآن الأوزبكي، وهنا الذئب الذي يسجل الهدف الأول لأربيل في المواجهة مع فرحة الجنرال ورقة صفراء. الآن بوابة العودة لأربيل، واحدة من جيلان ورأسية حاضرة من جديد من جانب شيرزود تيميروف ليضيف الكهرباء إلى ضحايا هذا الموسم. لم يسجل في الذهاب، عاد وسجل الآن في الإياب. لاحظ علي شخوان فتح الجهة اليسرى باتجاه جيلان لقمان، جيلان يحاول بالقدم اليمنى يلعب كرة عالية، وتيميروف ركنها في المرمى من تحت أقدام علي خالد. رأسية رائعة جدا من دون تسلل. هذه الكرة التي لعبت من جيلان ورأسية تيميروف تعيد فريق أربيل إلى المباراة ويقلص الفارق الآن 2 مقابل هدف. وهذه الكرة التي تصل في هذه اللحظات، هدفان لهدف، والكرة في مرمى علي خالد في انتظار أن نرى الهدف الثاني. يا سلام، عادت القلعة مرة أخرى لتزهر وتزهو في هذا اليوم، لتعود جميلة كما اعتدناها. 2-2 الآن، عادوا إلى التعادل. شيرزو تيميروف ثنائية جديدة يضيف الأوزبكي، وزيارة جديدة في آخر الرمق يسجل الأوزبكي شيرزو تيميروف في هذه المباراة. باسم قاسم يتحدث، ولا زال في الوقت بقية، من الممكن قلب الموازين. لاحظنا الكرة التي تقدم فيها بطريقة جميلة بانينكا، لكنها هادئة. لاحظ هنا الكرة في المرمى دون ارتفاع عالي، وموه على حارس المرمى، سدد بطريقة جميلة، يدرك التعادل لإربيل في هذه اللحظات. وصلت لمرتضى، تمريرات مصلحة فريق الميناء، سيطرة، انتقال الكرة مجددا لجهة اليسار، تلعب الكرة العالية، وهنا الكرة الخطيرة. هدف أول لمصلحة نادي الميناء بعد نقلات وتمريرات من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، ومن ثم استلام الكرة بصورة جميلة من النيجيري يايبليف، وبليف يضع الميناء في المقدمة بعد 8 دقائق من بداية هذا اللقاء. خطأ دفاعي قاتل، وبليف استلم الكرة وصوب على المرتاح، وهدف التقدم لمصلحة نادي الميناء. صعب على مصطفى طارق، لكن خطأ كان قاتل من شاب أحمد بعدم إبعاد الكرة. يعني الكرة مرت وعدت من أمام شاب، وكان هناك يايبليف إبراهيم لا يايبليف.
ما توقعناها. اهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي. عوده مجددا لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراه المثيره هنا في لقاء ديالا والشرطه على ملعب ديالا ضمن منافسات الجوله الخامسه والثلاثين من دوري نجوم العراق. بعد ما تركنا الشوط الاول ينتهي بتقدم الشرطه بهدف، وتنطلق صافره حكم المباراه لمجريات هذا الشوط الثاني، شوط المدربين، شوط التكتيك، شوط الحلول الفنية بعد التغييرات التي أجراها المدرب. نعم يامن الزلفاني، مغادرة ثلاثة لاعبين، هذه الكرة وصلت هنالك وبعد هذه التمريرة نعم نقلة بعد أن وصلت هنالك بالتحدي غادر اللاعب محمد محسن وكذلك أحمد زامل وأوس، وكذلك أشرك اللاعب كولينس أوباري وعمار داخل وعلي صادق. ثلاثة تغييرات دفعة واحدة للمدرب يامن الزلفاني في صفوف نادي ديالا. وصلت الكرة هنا والتقدم بعد ما انطلقت صافرة حكم المباراة لأحداث الشوط الثاني. هذه قطعة أنس وهنا صافرة خطأ أنس مالك باللقطة الماضية، مشاهد خطأ بعد الاشتراك بالكرة الماضية. لازلنا نتابع أحبتي ونشاهد بعد هذا المرور والمحاولة في اللقطة الماضية، لكن يتحصل على خطأ بتلك اللقطة. ديالا يسعى للعودة من أجل تعديل نتيجة المباراة. هذا أياد عابد فرحان هو على التنفيذ الآن. أياد عابد فرحان على التنفيذ للكرة الثابتة لمصلحة ديالا. تلعب هذه الكرة والارتقاء هنا لبعاد من الحارس بقبضة اليد وتعود مجددا، بينما هنا نقلة عادت هنالك سريعة بعد تلك الكرة التي وصلت. يحاولون التقدم، يريدون الوصول
من أجل تعديل نتيجة المباراة كتيبة ديالى أمام الشرطة، الفريق الذي يسعى من أجل الهيمنة والسيطرة في المباراة والتقدم بهذا الهدف الوحيد، يسعى من أجل أن يضاعف نتيجة اللقاء. نعم، هذه وصلت عدة ديالى، يريد الارتقاء وتحقيق 3 نقاط لكي يرتفع رصيده للنقطة 48، بينما نادي الشرطة يريد تحقيق 3 نقاط لكي يرتفع رصيده للنقطة 76، بينما القوة الجوية المتصدر الآن بتقدم على نادي الطلبة بهدف مقابل لا شيء، أصبح الآن برصيد 80 نقطة. هذا في حال إذا استمرت مباراة بالانتصار على الطلبة، سيبقى الفارق 4 نقاط بينما بين الشرطة، وفي حال إذا بقي الشرطة متقدم في المباراة. لا نعلم الأمور، هنالك 45 دقيقة متبقية من هذا اللقاء، هي ستكون الحاسمة بالنسبة للمباراتين، لمباراة القوة الجوية والطلبة والديالى والشرطة. من خلال هذا اللقاء جولات الحسم، الجولات المثيرة، والكرة عدت هنا التقدم مرة أخرى. العبور حسين علي يحاول التقدم، هنالك عمار داخل بالملاصقة البردية، التمريرة لمحمود المواس، عدى داخل منطقة العمليات من المواس، يعيد الكرة إلى فهد اليوسف يلعبها وبنقلة سريعة. أحمد فرحان تقدم الآن الخطير، أحمد فرحان حاول بالكرة الماضية ولكن انقطعت حتى عادت. هنا نقلب دخول مع اللاعب كورينز أوباري، هذا كورينز أوباري الغاني، كورينز أوباري الذي اشترك للتو، واحد من اللاعبين المميزين وبطاقة صفراء تشهر من حكم المباراة على اللاعب مناف يونس. أوباري عند دخوله، نعم، يجبر اللاعب مناف يونس أن يتلقى البطاقة الصفراء. بهذا الاشتراك حكم المباراة أعطى البطاقة الصفراء للاعب مناف يونس اللقطة الماضية. خطأ لمصلحة ديالى على التنفيذ. شهاب الصالحي لشهاب الآن، يا شهاب الصالحي على التنفيذ للكرة ثابتة لمدينة البرتقال. هل يتعدل المزاج بهدف التعادل؟ هي تلعب، هنالك علي يعيتم والكرة إلى مصطفى سعدون، يتقدم مصطفى سعدون ويمشي بالكرة سعدون، عدم، فيريدون أن يصعدون جماهير الشرطة ولكن هنا تنقطع لأياد. عادت مرة أخرى بهذا التقدم من شهاب يلعبها هنالك عند أيمن بن محمود وتعود من أنس مالك إلى خارج أرضية الملعب. طالت الكرة، غادرت أرضية ملعب المباراة. مشاهد ندية هذا اللقاء من خلال هذه المباراة وصلت هنالك عند أوباري سبق وأن لعب في نادي الزوراب، والكرة بعد ما عادت هنالك من أنس يلعبها، تمريرة تتهيأ عند اللاعب محمود، يتقدم بتصويبة من شهاب الصالحي وإلى خارج أرضية الملعب. يا شهاب الكرة غادرت أرضية الملعب، يا شهاب الصالحي بعد ما غادرت أرضية ملعب المباراة. تلعب أمام فريق مثير، فريق كبير، بطل الدوري ل4 مرات على التوالي نادي الشرطة، واليوم بمواجهة ديالى. وهذه الكرة بعد ما وصلت هنالك، بعد ما عدت وغادرت أرضية الملعب، هذه تعود مجددا أخرى. عدت الكرة بمنتصف الملعب، افتكاك هناك علي صادق يلعبها من علي وتمريرة تصل الآن بنقلة سريعة. عادت الكرة عند فهد، من فهد اليوسف لبسام، يتراجع بالكرة إلى أحمد يحيى وإياد عبد فرحان. أبناء البصرة يتواجهون والخط اللقطة الماضية. هذا إياد عبد فرحان لعب للميناء ونفط البصرة وانتقل لزاخو ومثل نفط ميسان، والآن مع ديالى واحد من اللاعبين المميزين إياد عبد فرحان باللقطة الماضية بهذا الاشتراك بينما بين زميله أحمد يحيى باللقطة الماضية. أبناء المدينة الواحدة في منافسة شرسة في لقاء مثير. هنا ديالى أمام الشرطة والكرة عادت عند فهد، من فهد اليوسف يحاول التقدم، فهد بتمريرة فهد إلى أحمد يحيى، يتقدم هناك توجيهات للمدرب يامن الزلفاني. عادت إلى فهد اليوسف، فهد يحاول، عمار بالمناسقة من عمار، عادت كرة عند اللاعب أحمد فرحان. الله الله الله، يا أحمد فرحان كاد أن يفرح جماهير الشرطة بهدف من الفنان بتصويبة رائعة، والتصدي كالعادة لعلي رمضان ينقذ مرمى ديالى. هذا الحارس الفنان بتصدياته الرائعة الجميلة
وصلت مرة أخرى، هنا الكرة بوسط الملعب، انتشار والكرة عند اللاعب مناف إلى أحمد يحيى، إلى أحمد، نقلة عند فهد مرة أخرى يحاول العبور، انتشار بنقلة قطعت من علي الصادق، يلعب علي هنالك لأياد، أياد باتجاه كولينز أوباري، أوباري تصويب يا أوباري، كولينز أوباري سدد والكرة غادرت أرضية الملعب يا أوباري إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة اللاعب كولينز أوباري هي تمريرة وتصويبة قوية لكنها غادرت أرضية الملعب يا كولينز أوباري. التقدم هنا بنقلة عبد الرزاق إلى أحمد يحيى، يحاول الآن من أحمد لفرحان، لاحظ أحمد فرحان يعيد الكرة لعبد الرزاق قاسم بهذا الانتشار وتغيير مسار الكرة هنالك في الجهة اليمنى باتجاه الغزال الأسمر، هنالك لبسام عادل حسين علي، مر القصير، مر الخطير، مر بالكرة إلى مصطفى سعدون، يتراجع لف ودار بالكرة مصطفى حتى عادت مرة أخرى عند اللاعب بسام، من بسام أخرى لحسين علي، حسين علي تأتي العرضية من حسين والكرة لا زالت قائمة بالخطورة مستمرة بالمهارة، انقطعت وعدت الآن بهذا التقدم اياد عبد فرحان خطأ وبطاقة صفراء، خطأ وبطاقة صفراء على اللاعب أحمد فرحان، خطأ نعم بعد مرور اياد عبد فرحان، والخطأ كان من أحمد فرحان باللقطة الماضية، عرقلة وخطأ تكتيكي، وكذلك أيضا هنالك كانت بعد تلك الكرة التي مضت لا زلنا نتابع التحدي مستمر بندية هذا اللقاء. هنا تشاهد بأجواء هذه المباراة بعد التصويبة القوية التي تصدى لها علي رمضان، هذا الحارس الشاب تمكن من التصدي وإنقاذ مرمى فريقه من ركلة الجزاء التي تصدى لها كرة المواس، والآن بتسديدة كانت قوية من اللاعب أحمد فرحان تمكن من التصدي للكرة الماضية. حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب الآن، وخطأ بمنتصف الملعب لديانا، تنفذ الآن طويل الكرة هنا الارتقاء وإلى خارج أرضية الملعب، ضاعت بعد ما عدت الكرة وغادرت أرضية الملعب. هذا يامن الزلفاني المدرب التونسي بتوجيهاته تشاهد ندية هذا الصراع المثير ما بين فريقين مثيرين، حقق انتصار رائع في الجولة الماضية على زاخو 2-1، والشرطة أيضا قادم الانتصار على الغراف بهدف مقابل لا شيء. فالمباريات المتبقية مصيرية بالنسبة للقوة الجوية وللشرطة، أتحدث عن الفريقين، هناك من يبتعد بفارق 4 نقاط على المركز الثاني، وهذا كذلك يدعو بأن يكون هنالك تعثر، والآخر يريد أن يصل ويضيق الخلاف، والمباريات مستمرة والصراع مشتد ما بين الشرطة والقوة الجوية حتى الجولة 35. هنا المواس عد، هنا التصويب قوية بالراس عدت ولا زالت، الله حسين علي هنا القيثارة مرة أخرى بين نسيمين عطر البساتين، هنا فديانا يعزفون سيمفونية الشرطة بهدف ثاني في المباراة، هنا من يقاتلون على اللقب الخامس على التوالي، هنا القيثارة، هنا الشرطة القيثارة، نعم تندل الدرب واسراره، لقب 1 2 3 لا شنه 4 الخامس رايدين بشاره عالتوالي تريد فرح انصاره، هذا هو الهدف الثاني، ويسعون يطمحون من اجل تضييق الخناق على المتصدر بان يحققوا الانتصار، بان يذهبوا بعيدا
بأن يأتوا باللقب الخامس. هذا ما يريدونه الشرطة. حسين علي وكأن المواس ينتقم بعد أن توعد لعلي رمضان بتسديدة قوية وصلت هنالك، تصدى لها علي رمضان، أبعدها علي رمضان وعادت لكي تصل بأقدام الفنان حسين علي ليعلن عن ثاني أهداف القيثارة للشرطة بهدف ثاني في المباراة، واصبحت النتيجة 2-0 حتى الآن بهدفين للشرطة لا شيء لديالى. نعم أنت تلعب هنا في مباراة مثيرة، هنا بلقاء مثير، هنا من تسلق كل تلك الأمور التي يحاول أن يصل إليها، هنا من تسلق أسوار قلعة شيروان واستند على تقدمه الهجومي ووصل وسجل الهدف الثاني في المباراة حتى عزفت القيثارة ألحانها على أعلى جبال حمرين. هنالك وصل وتقدم في ديالى وكذلك أمام أبناء حمرين وكادوا ووصلوا وتقدموا وفعلوا ما قيل لهم في تلك الاستراحة. يريدون أن يحتلوا مملكة أشوانا بتلك الكرة التي وصلت بعد أن عادت. أبنائي هنا ديالى، أبناء هذه المملكة التاريخ والعراقة، شلون بهذا اللقاء ديالى بكل ما لديها وبعد تقدم الشرطة بهدفين أنت تلعب هكذا مباراة مثيرة بهكذا لقاء مثير. كما ذكرت هذا من يسعى لتحقيق النقاط الثلاثة هو الآخر الذي يريد أن يرتقي بسلم الترتيبيات. عبد فرحان الآن ياد والكرة انقطعت ياد، وصلت لفهد اليوسف، من فهد حتى عادت مجددا الكرة بوسط ملعب المباراة. نقلة سريعة، محمود المواس الخطير كما قلنا مرارا وتكرارا من هذا الخطير المواس الذي يحاول أن يتقدم، إذا لم يسجل يصنع لاعب مميز. وصلت الكرة عند اللاعب عبد الرزاق قاسم، عادت تتهيأ الكرة تصويبا من مكان بعيد وبأحضان الحارس علي رمضان. برافو يا علي، تلعب من علي رمضان ونقلة طويلة باتجاه اللاعب أوباري، كولينز أوباري، وهنا مناف انقطعت والمطالبة، لكن حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب. هنا الغاني اللقطة الماضية سقط داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة كان قريب لن يحتسب أي شيء. كانت مطالبة من الجماهير، لكن تبقى الأمور دائما عند حكم المباراة. كان في اللقطة الماضية قريب، وكذلك لن يشير أي شيء المساعدين، ولو كان هنالك شيء لاستدعاه حكم الفار. هذه بعد ما عادت الكرة هنا بتمريرة، شاهد توجيهات الكابتن صادق. نعم صادقون باللقطة الماضية. هذه تلعب طويلة تتهيأ من كورينز أوباري. أنس مالك يتقدم أنس بتمريرة لعبد المجيد صبار. عبد المجيد تأتي العرضية باتجاه لاعب أوباري ويتدخل كالعادة أحمد والإبعاد من مصطفى السادون حتى عادت لعمار داخل. عمار بتمريرة لأنس مالك، يتقدم الآن أنس وسريع الكرة لعبد المجيد حتى يخطف الكرة، تترك إلى الحارس حسن أحمد. يا حسن عند الحارس حسن أحمد. رب الدقيقة 61 من أحداث اللقاء في مواجهة مثيرة ما بين الشرطة وديالى من خلال هذا اللقاء، من خلال هذه المباراة. وأنا سنة نتابع بعد الكرة الماضية التي عدت ووصلت هنالك، ضاعت تلك التمريرة وشاهدنا هدف اللاعب حسين علي. حسين علي سجل ثاني أهدافه هذا الموسم، هو سجل في شباك أمانة بغداد، والآن سجل هدفه الثاني هذا الموسم مع نادي الشرطة في شباك ديالى ليكون برصيد هدفين مع الشرطة، بينما تتحدث عن هداف دورينا هذا الموسم الذي ابتعد قائمة الهدافين ب 28 هدف
شيرزوت تيميروف لاعب نادي أربيل، والذي كسر رقم اللاعب مهند علي ميمي لاعب الشرطة الموسم الماضي، هو هداف الدوري ب 27 هدف. شيرزوت تيميروف كسر هذا الرقم ووصل لهدف 28 هذا الموسم. الموسم الماضي هداف الدوري كان ب 27 هدف اللاعب مهند علي ميمي، وكذلك بذلك الموسم تحديدا سجل ايضا هاتريك في شباك دياله بتلك المباراة التي انتهت ب6 أهداف دون رد. كانت اول مباراة امام الشرطة لدياله هنالك بعد ما انتهت ب6 أهداف مقابل لا شيء. هنا تغييرات بدأت، وكذلك يشارك اللاعب حسين يونس بهذه اللحظات. نعم، وكذلك بيتروس بوميل الكاميروني. تغييرات بدأت أيضا، أحمد فرحان والمواس يتركون أرضية ملعب المباراة. عبد المجيد على ما يبدو أو جونيور يشترك الآن. نشاهد تلعب الكرة هنالك بنقلة بالراس، تتهيأ وتصل الآن عند اللاعب شريف الذي أيضا اشترك للتو، شريف عبد الكاظم واللاعب بولي جونيور سامبو. تغييرين للمدرب أحمد صلاح بعد سجل اللاعب شريف عبد الكاظم، لاعب اللي سجل في مباراة الذهاب. محمود المواسي يغادر أرضية الملعب بعد ما أضاع ركلة الجزاء، لكن هو ساهم وصنع الهدف الثاني في المباراة لفريقه. أحمد يحيى هنالك نقلة تصل عند ريوان أمين، ريوان والكرة بوسط الملعب من ريوان، ينتظر الآن التقدم بمنتصف الملعب. فهد اليوسف من فهد اليوسف ملعوبة الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. هذه طالت، هل تكون هنالك المساحة للاعبي نادي دياله من أجل التعويض بعد أن غادر محمود المواس وكذلك اللاعب أحمد فرحان، اللاعبين الذين كانوا يشغلون دفاعات دياله منذ الشوط الأول بعد تغييرهم، أم ستبقى الأمور على حالها وبعد ما زج باللاعب بولي جونيور هذا سامبو وكذلك شريف عبد الكاظم؟ هل تتغير الأمور؟ هل سيقلصون الفارق أم سيكون هنالك بتغيير أحد اللاعبين ويشرك اللاعب كذلك ممكن أن يكون معتز زدام لتعزيز منظومة خط الوسط، أو يقوم بزج اللاعب ليونيل أتيبا لخط الهجوم؟ نتابع. هذه الكرة بعد ما وصلت الآن تعود، وكذلك يعتمد المدرب يامل الزلفاني بعد ما أشرك اللاعب حسين يونس لكي يعزز منظومة خط الهجوم لنادي دياله من أجل التقدم وتقليص نتيجة المباراة. بيتروس الكاميروني يلعبها، تترك إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة عن اللقاءات التاريخية ما بين الفريقين. هذه المواجهة رقم 24 لدياله أمام الشرطة. أكيد الكفة تميل لنادي الشرطة ب 15 انتصار، دياله بانتصار وحيد على الشرطة، لكن حضر التعادل في 7 لقاءات كواحدة من أكبر النتائج التي جمعت الفريقين في موسم 2003-2004. 7-1 لنادي الشرطة. يومها سجل هاشم رضا مشرف الفريق هاتريك بتلك المباراة ثلاثية، وسجل رسول محسن هدفين، بينما ماهر حبيب سجل هدف، مهند محمد علي سجل هدف، وعلي مهدي يومها سجل هدف وحيد. كثاني أكبر نتيجة خلال لقاءات الفريقين هي 6-2 في موسم 99-2000. يوم سجل أحمد الصبري أيضا الهاتريك في شباك دياله ثلاثية، وهاشم رضا كذلك سجل حضوره بالثنائية، وقيس عيسى، بينما حسين عبد الله سجل لدياله بتلك المباراة التي انتهت ب6 أهداف مقابل هدفين. هذه عن النتائج الكبرى تحدث التي جمعت دياله والشرطة، واخرها كانت كاكبر نتيجه خلال لقاءات الفريقين في الموسم الماضي 24-25 ايضا انتهى 6-0 يوم سجل مهند علي هاتريك في شباك دياله ثلاثيه، ومحمود المواس سجل هدفين، ومحمد داوود سجل هدف بتلك المباراة التي انتهت ب6 أهداف مقابل لا شيء. هذه بعد ما وصلت هنالك بمحاولة طالت وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. فوز دياله على الشرطة في موسم 98-99 2-1 يوم سجل حسين عبد الله وقصي الصبيح. هاشم رضا من سجل الهدف الوحيد بتلك المباراة. لازلنا نتابع
كأول مواجهة جمعت الفريقين في موسم 75-76 والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثل. هذه المباراة لا زالت هنا مثيرة، والتقدم هنا عدت، الله ضاعت على دياله، ضاعت يا أيمن بن محمود ويا علي خالد. كرة تقليص الفارق تغادر أرضية الملعب، طالت إلى خارج أرضية ملعب المباراة، كادت أن تكون في المرمى بعد هذا الارتقاء، ولكنها ذهبت يا علي إلى خارج أرضية الملعب. نعم الكرة تعود هناك بتمريرة عند فهد، يتقدم الآن من فهد، اليوسف يلعبها، وهنالك بنقلة لا زالت مستمرة بمحاولة عدت اليوم الثاني للجولة 35 من منافسات دورينا دوري نجوم العراق. شريف عبد الكاظم يبدأ باحتراضه اليوم كما تشاهدون أحبتي 5 مباريات انطلقت بالأمس، 3 مباريات، وكذلك يوم غد مباراتين، الزاخو يواجه النجف وأربيل يواجه نوروز في ختام الجولة 35 من دوري نجوم العراق. مباراة مستمرة حتى الآن، بينما هنالك مباراة القوة الجوية والطلبة لا زالت أيضا مستمرة بنفس النتيجة، 2 للقوة الجوية لا شيء للطلبة، برغم الطلبة يعاني من طرد، لديه طرد بعد أن طرد الحارس فهد طالب. وأيضا نتيجة المباراة هنالك بمباراة القوة الجوية والطلبة مستمرة بهدفين مقابل لا شيء. هنا أيضا المباراة مستمرة حتى الدقيقة 67 بهدفين لنادي الشرطة لا شيء لنادي ديالى. ولا زلنا نتابع هل يصل القوة الجوية للنقطة 80 ويحقق الانتصار وتبقى المنافسة مستمرة. هذه الكرة عدت هنا بنقلة وتأتي العرضية بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. حتى الجولات الأخيرة 3 جولات متبقية لكل منهما 3 مباريات متبقية في دوري نجوم العراق. من خلال هذه المباراة هذه وصلت نعم القوة الجوية لدي مباراة أمام الزوراء وزاخو ونفط ميسان، بينما الشرطة مباريات المتبقية أمام أربيل والميناء والكرخ، كل منهما لدي 3 مباريات لكي تحسم الأمور. ملامح البطل لن تظهر لطالما هنالك مباريات صعبة حتى الآن. هذه كرة عدت، القوة الجوية يريد هذا اللقب والشرطة يسعى حتى الرمق الأخير. هنا الصافرة تأتي، ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يقول حكم المباراة؟ عصام فاضل. شاهد هذه الإعادة اللقطة الماضية لإعادة إفادة. أعطينا اللقطة والكرة التي عدت إذا كان هنالك لمسة يد أو لا. في اللقطة الماضية كانت مطالبات حاضرة من الجماهير تتابع بمثل هكذا لقاء. وسقوط أحد اللاعبين مصطفى سعدون الذي سقط أرضا خلال مباراة اليوم. أنت تتابع ندية هذا اللقاء، إثارة هذه المباراة. الشرطة يسعى لتحقيق النقاط ال3 ليرتفع رصيده إلى النقطة 76 من خلال مباراة اليوم. كابتن أحمد صلاح وبعد العودة هنا الكابتن نعم ماذا يقول الكابتن عصام فاضل؟ يعود يقول لا العب الكرة الآن، والحديث من الكابتن عصام فاضل مع اللاعب ريوان أمين. كابتن عصام فاضل حدثنا عن الشرطة في المواسم الأخيرة، كانت هيمنة واضحة. موسم 21 حقق اللقب الدوري مع المدرب مؤمن سليمان، موسم 22-23 مع المدرب لؤي صلاح أحمد صلاح عفوا، وأيضا 23-24 مع المدرب مؤمن سليمان، كذلك 24-25 مع المدرب مؤمن سليمان. وهذا الموسم ومن المواسم التي حقق فيها نادي الشرطة الألقاب كان القوة الجوية وصيف في 3 مواسم متتالية. أما في الموسم الأخير
موسم 24 25 الموسم الماضي كان الزوراء هو الوصيف، واليوم الشرطة هو الوصيف حتى الآن، ومتبقية 3 جولات لن تحسم الأمور بعد، والكرة وصلت. هل يكون هذه المرة القوة الجوية هو البطل والوصيف يكون الشرطة، أم ستتغير المعادلة لهذه المنافسة الكبيرة خلال هذا الموسم بعد أن عدت وبعد أن مضت الكرة عادت هنالك بنقلة لا زالت مستمرة، وبعد أن طالت أخرى تصل. الموسم الماضي انتهى للشرطة وكان الوصيف الزوراء بفارق 10 نقاط ما بين الزوراء الذي كان يبتعد عنه ب10 نقاط، لكن بهذا الموسم الفارق حتى الآن و3 جولات متبقية والفارق لا زال 4 نقاط. نعم، والفريقين لديهم مباريات مهمة، مباريات مصيرية، لكن تشاهد الكفة ربما تكون الأصعب لكون القوة الجوية لدي مباريات خارج أرضه أمام نفط ميسان. وهذه كرة بعد ما وصلت وعدت هنا بتمريرة نقلة لا زالت مستمرة وتعود مرة أخرى. شاهد نقلة وكذلك عنده مباراة أمام زاخو ومباراة الكلاسيكو أمام الزوراء. هذه تعود نقلة بتمريرة، هذه تصل من جديد. هنالك محاولة العبور لا زالت بالتقدم، هي من أجل الوصول، هي من أجل التحدي مجددا ومن أجل أن تكون بهدف ثالث. لكن هنا حسين علي يعيدها من حسين والكرة وصلت يا حسين حتى عادت هنالك بتمريرة. يحاولون الوصول من أجل التقدم ومن أجل الابتعاد بنتيجة المباراة. هذا ما يريد الشرطة وما يبحث عنه نادي توك عفوا ديالى، هو أن يصل وأن يقلص من نتيجة المباراة. التحدي مستمر وندية المباراة كبيرة. وصلت هنالك نقلة عند فهد يحاول من فهد للقيثارة، من فهد للشرطة. هذا فهد الشرطة يعيد الكرة إلى حسين وفهد عاد مرة أخرى لبسام. بسام شاكر من بسام، عادت يا بسام والكرة وصلت هنا عند أحمد يحيى. أحمد يحاول التقدم من أحمد يحيى ولكن بعد أن طالت يا أحمد. هذا هو اياد عبد فرحان والتراجع بالكره من بسام شاكر الى احمد يحيى. اياد عبد فرحان خلص الكره الى خارج ارضيه الميدان، ابعدت الى خارج ارضيه الميدان حتى الان، ولا زالت المباراه مستمره حتى هذه اللحظات. انت تتابع تشاهد ما يدور بنديه هذا اللقاء وتصل الكره في المقدمه والابعاد ياتي حتى أن عادت هنا لنقلة بمنتصف ملعب المباراة عند فهد. يلعب الحسين علي وتعود مرة أخرى سامبولي. هذا جونيور إلى فهد، فهد إلى جونيور مرة أخرى، جونيور بولي جونيور سامبولي. سامبو عادت الكرة مرة أخرى من مصطفى يعيدها إلى حسين علي. من حسين يحاول التقدم، حسين يريد أن يعيد الكرة تحت أقدام اللاعب رزاق. عبد الرزاق قاسم عادت بتمرير عند مناف. مناف يتقدم الآن من مناف يونس. الوصول لأحمد يحيى، من أحمد يحيى عدى بالكرة أحمد، تقدم أحمد وأيوة الكرة لشريف عبد الكاظم. شريف هنا عبد المجيد وتتخلص الكرة الآن من شهاب. يلعبها شهاب وبنقلها يا شهاب، عدت طويلة يا شهاب والكرة وصلت هنا بالراس. يأتي الإبعاد عند بسام. شاكر لف ودار بالكرة بسام ومرة أخرى يتراجع البحث عن مساندة. يعيد الكرة بأقدام اللاعب مناف يونس. من مناف هنالك عند فهد اليوسف. يتقدم فهد للقيثارة. الفهد يحاول أن يعدي بهذا الانتشار. هنالك صمت في المدرجات، هم يتابعون، هم ينتظرون، والقيثارة يتقدمون، القيثارة يعزفون، القيثارة يطربون بلحن التقدم والانتصار. يريدون هذا اليوم بهذه المباراة المثيرة. كما قلت مباراة مهمة بالنسبة للفريقين وما يحتاجها ويحتاج نقاطها الأكثر الشرطة، بينما نادي ديالى الذي يبحث عن الاستقرار والتقدم بالانتصار، لكن يحاول بتصويبة قوية كانت من اللاعب أوباري. سدد باللقطة الماضية. عادت دار عبد المجيد صبار. عبد المجيد صبار يحاول عبد المجيد وخط الآن في مكان خطير لمصلحة ديالى.
نعم لديالى، ومع الصافرة الكابتن عصام فاضل حكم هذا اللقاء. بعد هذا الخطأ كان على اللاعب أحمد هنالك باللقطة الماضية، وهذه التصويبة القوية كانت من اللاعب كولينز أوباري، سدد بقوة ولكن الإبعاد بعد ما اصطدمت الكرة وارتدمت باللاعب عبد الرزاق قاسم. تشتيت للكرة الماضية الآن ثابتة لمصلحة ديالى. أياد عبد فرحان هو على التنفيذ. أياد عبد فرحان، هل ينفذ الفنان باتجاه المرمى؟ أياد عبد فرحان، هل يعيد الفرحة إلى جماهير ديالى؟ هل يقلص نتيجة المباراة؟ نتابع الآن، نشاهد الآن لديالى ثابتة، لديالى وبأقدام عبد فرحان. أياد عبد فرحان يلعبها الآن بالراس وبعيدت ولا زالت مستمرة حتى الآن. أنس أمد هنالك بنقلة من حسين يونس، وصلت لعلي خالد. علي خالد ومصطفى سعدون تترك وتغادر أرضية الملعب. وبعيدت 3 مباريات متبقية لديالى، عند مباراة هنا في أرض أمام أمانة بغداد، وكذلك سيواجه نادي القرمة هنالك نعم خارج أرضه، وأيضا عند مباراة أمام توك في الجولة الأخيرة هنا في ملعب ديالى. هذه مباريات المتبقية في دوري نجوم العراق. بالفعل مباريات صعبة أمام القرمة وأمام توك وأمام أمانة بغداد، 2 في أرضه واحدة خارج أرضه. جانبية الآن تنفذ بنقلة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. قالت لم تحسم الأمور حتى الآن ما بين الشرطة والقوة الجوية. يبقى القوة الجوية في صدارة الترتيب، نعم بفارق 4 نقاط حتى هذه الدقائق، ويريد أن يعلن عن انتصاره اليوم من خلال هذه المباراة، نعم ليكون الانتصار 24 للقوة الجوية هذا الموسم، وأيضا الانتصار 23 ليكون لنادي الشرطة من خلال مباراة اليوم. معتز سيشترك الآن وأمير صباح، معتز زدام وأمير صباح. بسام شاكر يغادر أرضية الملعب. معتز سيشترك وكذلك أمير صباح. أمير ومناف يونس أيضا يغادر أرضية ملعب المباراة. إذن معتز زدام التونسي وأمير صباح. أمير هنالك بدلا من اللاعب بسام شاكر، ومعتز يعزز منظومة خط الوسط ويميل للمنظومة الدفاعية من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة في الدقائق المتبقية. الشرطة 2 لا شيء ديالى حتى هذه اللحظات في ملحمة كروية في مباراة مثيرة ورائعة. معتز بتمريرة لفهد، نقلة من فهد اليوسف باتجاه حسين علي. حسين علي يحاول الآن التقدم، حسين علي لا تراجع بالكرة هنا بتمريرة عادت عند عبد الرزاق قاسم. عبد الرزاق يتقدم، عبد الرزاق يحاول أن يعيد الكرة إلى شريف عبد الكاظم، ونقلة من حسين علي لكنها تنقطع. علي وخط باللقطة الماضية كان هنالك خطأ على اللاعب علي صادق باللقطة الماضية، خطأ على اللاعب علي صادق. بعد الاشتراك بالكرة الماضية مع اللاعب حسين علي، وخطأ هنا بمكان خطير. معتز زدام المختص بتنفيذ الكرات الثابتة التونسي الخطير، عند العديد من الأهداف مع الشرطة من الكرات الثابتة وعلى التنفيذ من معتز زدام يسدد والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا عنده 3 أهداف مع نادي الشرطة، سجل في شباك الموصل والطلبة. معتز بعد هذه التصويبة التي غادرت أرضية الملعب كانت بعيدة على مرمى الحارس علي رمضان، ولا زلنا نتابع حتى الآن. شاهد
سقوط اللاعب أحمد يحيى. فالوقت يمضي، كل شيء يمضي في المباراة ويداهم مجريات هذا اللقاء، ولا زلنا نتابع أيها الأحبة، نشاهد معطيات هذه المباراة. النقاط الثلاثة في الواقع وفي النتيجة كما تشاهدون، بهذا التقدم بهدفين لنادي الشرطة، بهدفين مقابل لا شيء، وهنالك 8 دقائق على الأقل متبقية على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. هل ينجح نادي ديالا ويقلص من نتيجة المباراة؟ هذه كرة عادت أم ستستمر الأمور بهذا التقدم وتكون النقاط الثلاثة في جعبة المدرب أحمد صلاح؟ عدت هنالك بنقلة بعد أن وصلت وبعد الإبعاد كان حاضر، الإبعاد كان حاضرا باللقطة الماضية. نشاهد هذه تصل هناك عند جونيور. جونيور حاول أن يتقدم بالكرة الماضية، جونيور سامبو، والإبعاد يأتي، تتخلص مرة أخرى، أبعدت من بيتروس، والكرة عدت عمار إلى علي صادق، يتقدم علي، مر بالكرة الآن لأياد اللاعب الخطير الذي يشكل خطر دائما على دفاعات الشرطة، واحد من أبرز لاعبي المباراة اليوم اللاعب أياد عبد فرحان. بعد اللقطة الماضية حاول التقدم المرور بتلك الكرة حتى عدت الآن، هذه تصل، تأتي العرضية، هنا الرأسية كولينز وباري، ولكن الإبعاد يأتي والكرة تعود مجددا. هناك خطورة لا زالت، حسين يونس يلعبها إلى شاب، عدت هنالك من أوباري وإلى خارج أرضية الملعب. الكرة طالت، يا كولينز أوباري باللقطة الماضية غادرت أرضية ملعب المباراة، ولا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد، فكل شيء يمضي، كل شيء نعم بات يداهم أحداث المباراة من أجل الوصول، من أجل التقدم. هذه جماهير ديالا حتى هذه اللحظات لا زالت تساند هذا الكيان. نعم، وحكم المباراة يطلب من معالج الفريق أن يدخل ليطمئن على سلامة اللاعب. نادي الشرطة يسعى لتحقيق الانتصار 23. هذه الإعادة لتصويبة المواس التي تصدى لها علي رمضان، وبعد أن عادت بأقدام اللاعب حسين علي، شاهد كيف أسكنها الشباك وأعلن عن الهدف الثاني لنادي الشرطة بتلك اللقطة. الشرطة سجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب حسين علي. هو هذا الموسم تغلب على نادي هوك 2-0، وتغلب على نوروز 3-2 على الشرطة، على القرمة 1-0، 3-0 على الكرخ، 1-0 على زاخو، 7-1 كأكبر نتيجة حققها على نادي القاسم هذا الموسم هي 7-1، 3-0 على الموصل، 2-1 على نفط ميسان، نفس النتيجة على النجف وديالة والزوراء في مباراة الذهاب، 0 على القرمة، 1-0 على الموصل، 3-1 على النجف، كذلك 4-1 على أمانة بغداد، و3-0 على نوروز، 1-0 على النفط. هذه النتائج التي حققها هذا الموسم. آخر انتصار كان أمام الغراف 1-0، بينما تعادل أمام القوة الجوية بهدف لمثله، وكذلك أمام الميناء بنفس النتيجة، تعادل 3-3 أمام الطلبة، أمام النفط بهدف لمثله، أمام القوة الجوية كذلك في مباراة الإياب أيضا ب3 أهداف مقابل 3 أهداف، تعادل بهدف لمثله أمام القرمة وأمام نفط ميسان بهدفين مقابل هدفين. خسر هذا الموسم 5 مباريات، أمام أربيل 1-0، أمام الطلبة بنفس النتيجة، 2-1 من أمانة بغداد، 2-1 من هوك، و2-1 من الزوراء. بدأت جماهير ديالا بالانسحاب من أرضية ملعب المباراة، عدت إلى خارج أرضية الملعب. هذه النتائج التي فاز بها والتي خسر بها وتعادل بها نادي الشرطة هذا الموسم وحتى الجولة 35. إذا يريد أن يسجل الانتصار 23 في دوري نجوم العراق. هذه بعد ما عدت وبعد أن مضت باللقطة الماضية. تابع هذا الموسم الشرطة خسر حتى الجولة 35 5 مباريات، بينما في الموسم الماضي موسم 24-25 لن يخسر إلا 3 مباريات. هذه عادت، هنا الخطورة لا زالت مستمرة والتحدي لا زال مستمر بهذه المباراة. شاهد ذلك بنقلة سريعة وتستمر حتى الآن، طالت أخرى تلعب
صافرة هنالك بعد الخطأ باللقطة الماضية. لا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد مباراة اليوم مثيرة ما بين ديالا صاحب الأرض والجمهور. ديالا عنده 12 انتصار حتى الجولة 35، بينما في الموسم الماضي هو احتل المركز السابع عشر ب 41 نقطة ب10 انتصارات فقط و11 تعادل، وخسر 17 مباراة. هذه كرة تلعب بأحضان الحارس، نعم حسن باللقطة الماضية. كذلك الموسم هو تغلب على أمانة بغداد والنجف وزاخو والموصل والكهرباء والقاسم والكرخ ونفط ميسان والنفط وزاخو. هذه بعد أن عدت وصلت ذلك بتمريرة، طالت الآن وتصل مجددا من أجل العبور والكرة التي عدت هنالك بعد المحاولة التي مضت. شاهد تصل من أجل التقدم ومن أجل أن يقلصوا نتيجة المباراة. هذا ما يريد نادي ديالا، أن يقلص نتيجة المباراة بما تبقي من وقت اللقاء. وهنالك عند اللاعب بيتروس يتقدم، يلعب الآن أمامية ولكي تصل حسين يعدي، لكن علي خالد هو من يأخذ مكان المهاجمين. علي خالد الذي يريد أن يتقدم، يا علي خالد يلعب علي خالد بعد تلك النقلة عدت وإلى محتز يحاول، بينما عمار داخل بالملاصقة، عمار داخل يعيد الكرة إلى شريف عبد الكاظم، يتقدم الآن من شريف الوصول التقدم وتصويبة قوية يا شريف بعد أن عادت هنالك بتمريرة. حتى الآن واصلت والتحدي لا زال مستمر في المباراة بهذا التحدي، بهذا الإصرار، بهذه الندية. سلامة اللاعب جونيور سامبو، سقوط اللاعب جونيور سامبو باللقطة الماضية. شاهد هذا هو الاشتراك في اللقطة الماضية. حتى الآن التقدم بهذه المباراة بهدفين دون رد. هل يكون الانتصار السادس عشر تاريخيا لنادي الشرطة خلال المواجهات التي جمعت الفريقين؟ نعم، أكبر النتائج التي حققها نادي الشرطة خلال مواجهاته أمام ديالا كما ذكرنا، فاز 7-1 في موسم 2003-2004، في موسم 99-2000 أيضا فاز 6-2، وفي موسم 24-25 فاز 6-0. هذا عاد النتائج 3-1 في موسم 97-98، وسجل محمود مجيد هدفين ومفيد عاصم هدف وأحمد حميد سجل هدف. أيضا 2009 3-0، 2009-2010 أيضا 3-0. ففي موسم 25 في مباراة الإياب التي كانت بقرار تلك المباراة واعتبر نادي ديالا خاسرا بتلك المباراة ب3. هي أيضا انتهت بفوز الشرطة يومها، سجل سالم أحمد وكذلك اللاعب شريف عبد الكاظم. لكن اليوم وفي مباراة الإياب الشرطة تقدم عن طريق اللاعب أحمد فرحان وعاد ليضاعف نتيجة المباراة حسين علي. هذه بعد ما وصلت الآن التقدم هنا عند الحارس حسن أحمد من حسن وصلت لحسن أحمد باللقطة الماضية، والكرة عادت مجددا أخرى لمصلحة نادي ديالا. هذه بوسط ملعب المباراة أيمن بن محمود، يلعب أيمن بتلك النقلة من أيمن، عادت مرة أخرى تصل إلى أحمد يحيى، من أحمد يحيى التقدم والكرة عند اللاعب جونيور يلعبها، انقطعت يا جونيور اللقطة الماضية من جونيور سامبو. وهذا حسين علي بعد أن أبعدت الكرة الماضية حتى عادت هنا صافرة لحكم المباراة وبطاقة صفراء تشهر. البطاقة الصفراء تشهر من حكم المباراة. لا نريد أن نشاهد البطاقات الملونة أن تكون حاضرة. بعد الخطأ كان على اللاعب جونيور سامبو، هذه المرة الخطأ لمصلحة اللاعب عبد المجيد صبار. هذا هو جونيور الذي تلقى البطاقة الصفراء. تابع الآن على ما يبدو أثير صالح هو من
سيشترك الآن؟ أثير الذي سيشترك الآن، أثير صالح بهذه الدقائق المتبقية من الوقت الإضافي. أثير بدلا من اللاعب فهد اليوسف. فهد اليوسف هذا هو المحرك لكتيبة الشرطة منذ اللحظات الأولى، واللاعب الذي صنع الهدف الأول للمباراة لنادي الشرطة. غادر أرضية الملعب، هذه عدة التقدم، خطيرة الكرة لكنها وصلت إلى الحارس حسن باللقطة الماضية. حسن بالكرة الماضية يا حسن حتى الآن وتمضي هنا بنقلة مستمرة، عدت ولا زالت بهذا الوصول الكرة بهذا التقدم لمصلحة الشرطة وإلى خارج أرضية الملعب. الكرة تغادر أرضية ملعب المباراة. اللقطة الماضية يا معتز زدان باللقطة الماضية حاول التقدم والعبور بتلك الكرة التي طالت، ولا زالت حتى هذه اللحظات المباراة مستمرة بما تبقي من الفاسية الأخيرة. أيضا هل تقول مبروك للشرطة وهارد لك ديالة. أما حسين يونس سيغير الأمور. حسين بتصويبة تأتي التصدي لكرة اللاعب شهاب الصالحي باللقطة الماضية. تصويبة رائعة هي حسين يونس، والشاهد هنا بعد المباغتة من حسين وشهاب الصالحي من الخلف يسدد، ولكنها بأحضان الحارس باللقطة الماضية. نعم الكرة الماضية التي تصدى لها الحارس حسن أحمد باللقطة الماضية. لازلنا نتابع ما تبقي من أحداث هذا اللقاء. نعم أحبتي، كل شيء مثير في هذه المباراة المثيرة. أنفاس متبقية، لحظات تمضي، 3 نقاط لا زالت، والمنافسة لا زالت ما بين الشرطة والقوة الجوية مستمرة، والفارق بقي على حاله. 4 نقاط هي الباقية خلال هذه المنافسة، و3 جولات متبقية على نهاية دوري نجوم العراق. هذه كرة بعد وصلت جولات الحسم، الجولات الأخيرة، فمن يحقق؟ نعم في النتيجة والتقدم والواقع القوة الجوية عند 4 نقاط، مبتعد بالترتيب بهذه النقاط، لكن يسعى الشرطة بأن يتعثر القوة الجوية وهو يخطف اللقب. هذا ما يسعى لأجله نادي القوة الجوية، نادي الشرطة، وتبقى مضايقة المتصدر، يضيق الخناق في كل جولة يلعبها، في كل مباراة تكون حاسمة هي الفريقين. أثير صالح تأتي العرضية، وهنالك نقلة من أثير، عدت يا أثير وتذهب هنالك لبعاد، يأتي إلى خارج أرضية الملعب. يا شهاب الكرة طالت يا شهاب، لقطة الماضية من شهاب بعد ما عدت وبعد أن مضت. شاهد هذه تستمر، وهنا تأتي صافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء بفوز الشرطة. إذا لا جديد يذكر، فالشرطة ينهي المباراة متقدما بهدفين دون رد. مبروك 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 لنادي الشرطة، 3 نقاط ثمينة خارج الديار أمام ديالة الفريق الصعب والعنيد. هارد لك لنادي ديالة قدم مباراة جميلة، شكرا للفريقين قدم مباراة رائعة. تقبلوا تحياتي أنا من كان في التعليق على مجريات هذا اللقاء المثير حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.